قطر كثر السؤال حول سجود اللاعبين بعد التهديف، بعد أن يسجلوا أهدافا في المرمى. وهناك يقول السائل: من حرم ذلك وبدعهم؟ شيخنا، ما رأيكم أنتم بهذه الظاهرة؟ جميل جدا. أولا، من بدع هؤلاء اللاعبين فقد أخطأ يا سيدي. هذا لاعب مسلم لما يسجل هدفا يمتلكه شعور رائع جدا، فهو يريد أن يعبر عن فرحه. النصراني يعبر بالإشارة إلى الصليب. المسلم بماذا يعبر؟ يعبر عن أقدس شيء عنده، وهو أن يسجد لله. لا آية تحرمها، لا حديث يحرمها، لا صحابي يحرم السجود لله. هذا سجود فرح، سجود فرح. وأنا تعجبت أني سمعت أحدهم ممن يبدع هذا السجود يقول: يشترط أن يكونوا على وضوء وأن يستقبلوا القبلة. يا سيدي، أنت تتحدث عن الصلاة، إذا أشترط أيضا أن يفتتحوها عن سحرة فرعون: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، في سورة طه الآية 70. فألقي السحرة سجدا، هل سجدوا وهم على وضوء؟ مستحيل، لأنهم كانوا منذ لحظات كانوا على كفرهم. فمن